الله. مساء الخير جمهورنا الغالي اللي يتابعنا اليوم من خلال القناة الجميلة الرائعة قناة أغانينا. أقول لهم مساء الخير إذا كان العصر صباح الخير إذا الصبح تشوفونا. أنا اليوم موجودة وياكم ودا أحكي وياكم من بغداد. تعودتوا علي تتابعون أخباري دائما كلها من عمان. اليوم التغطية من بغداد الحبيبة اللي رجعت لها بعد 17 سنة. اليوم أنا موجودة على خشبة المسرح الوطني بالدعوة من السيد عصام العباسي للمشاركة بمسرحية انتربيت. طبعا بالمشاركة مع نجوم الكوميديا العمالقة، طبعا الفنان ماجد ياسين، الفنان والمخرج حيدر منعثر، والفنان قاسم، والفنان رزاق، والفنانة هبة وشيماء، ومجموعة من الفنانين، والأستاذ طبعا أوجه له تحية محمد حسين عبد الرحيم. أوجه لهم تحية كلهم وأقول لهم أني أشكر وجودي وياكم. دوري بالمسرحية دور فتاة عندها وجهين بس بالأخير راح تعرفون إذا حضرتوا إن شاء الله، إذا تحضرون المسرحية راح تعرفون شنو دوري. ما أقدر أني أتكلم عنه بصراحة. طبعا تواجدي ببغداد كنت نوعا ما قلقة منه. لما اجيت تفاجأت بهواية اشياء، تفاجأت بالامن، تفاجأت بالوضع الحلو، تفاجأت بالحضور، الناس اللي دا تجي للعرض ودا يطلعون بمنتصف الليل. يعني ما شاء الله الوضع حلو وكل شيء ماكو، احنا كلش متونسين والعرض حلو. واريد اشكر اغانينا اليوم اللي متواجده ويانا لتغطية العمل وتغطية المسرحية اليوم. أكيد راح تنزل منها مقاطع إن شاء الله تعجبكم. أريد أقول لهم أني أشكركم على متابعتكم إلي وتواصلكم وياي واهتمامكم اليوم بتواجدكم على خشبة المسرح الوطني من جديد، اللي إن شاء الله ما تكون إن شاء الله دائما تكون، يعني ما تكون جديدة، إن شاء الله تكون باستمرار حتى لا نقول جديد وجديد. وإن شاء الله نشوفكم دائما بهيك لقاءات. وأقول لكم بغداد الحبيبة بألف خير، وأنا كلش فرحانة بوجودي هنا وفرحانة بقناة أغانينا، وأقول لهم أحبكم. باي. اقدم لك نفسي مستحيل. مستحيل تسمعنا برا. مستحيل مدير اعمال عدنان المطرب القادم مشهور. وين مشهور؟ مشهور عدنان المبدع. شوف مين مبدع؟ من جديد. هذا من الرباعات بس شنو وحدك توقع
Thank you.